ويقول بصوت واضح أوف هنا انفجار يا رب. في المطار، دوي انفجار، دوي انفجار. كما نشاهد الآن. نعم هذا هو الانفجار كما نشاهد، ولكن المطار في الصالة. بالصالة. ردفان أنت بخير؟ ما هو أنا بخير ونتابع الصورة. الانفجار داخل الصالة، في إطلاق نار أيضا. تابع اسمع يعني نحن سنتابع هذه الصور. يبدو أنه في انفجار قرب صالة الاستقبال بمطار عدن لحظة وصول الحكومة ومع ترقب خروج الوزراء من الطائرة. إذن كما تابعنا مشاهدينا بشكل مباشر على الهواء الانفجار الذي رأيناه داخل أو بقرب صالة المطار. ننتظر التأكيدات، نتابع هذا الموضوع وأيضا نحاول أن ننقل الصورة التي انقطعت الآن بسبب هذا الانفجار. سمعنا أيضا أصوات إطلاق نار من بعد هذا الانفجار، ولكن ننتظر التأكيدات. كما رأينا الانفجار كان بعيد عن الطائرة، ولكن كان موجود في مطار عدن لاستقبال الحكومة اليمنية، ونحن سنتابع هذا الموضوع. لا ندري إذا ما كان أيضا داخل الصالة كان في ناس، ولكن لابد أنه كانت الاستعدادات أيضا والتحضيرات تجري داخل الصالة. نأمل أن لا يكون هناك أي أضرار بشرية، ولكن رأينا بالفعل أنه قرار إذن استهدف قرب صالة الاستقبال بمطار وصول الطائرة التي تحمل الحكومة اليمنية ومع قرب خروج الوزراء من الطائرة. إذن نحن بانتظار أي معلومات